واش الخوت في الحلقه اللي فاتت شفنا رالف خو صفاء مشى للحبس وباهم في المستشفى ما بين الحياه والموت. دومينغو وهو في اخر الانفاس ديالو قال لبنته صفاء بغيتك تولي انت هي الرئيسه ديال العائله. صفاء ترددات بطبيعه الحال ما بغاتش، ولكن في الاخر وعداتو وقالت ليه غادي نديرها غير على قبلك بابا حتى يخرج خويا رالف من الحبس. المهم غنبداو الحلقه ديالنا الثانيه من هذه السلسله هذه مع صفاء اللي توفى لها الاب ديالها بفجاه. الجنازه كانت عامره بزاف وجاو حتى الاعداء ديال العائله ديالها اللي هما عائله دي سانتو، وقالوا له واحد الكلام اللي زوين. هاد الكلام اللي زوين قالوا لها على بابا ما تيقاتوش. بقات كتسائل مع راسها وكتقول واش عائله دي سانتو يقولوا هاد الهضره زوينه على بابا اللي هما الاعداء ديالو؟ ولكن كان باين باللي غير كيكذبوا عليها باش يكسبوا الثقه ديالها. طومي ولد عم صفاء كيتعصب بزاف وكيقول لها يدخل رالف للحبس هما العائله ديال دي سانتو. صفاء حاولت تشدنو ولكن هو دار فيها وقال لها انت ما قاداش على هادشي كامل، انت بنت وما يمكنش لك تسيري العائله ديالنا كامله. ولكن صفاء ما تسرطاتش لا ورفعت صوتها عليه وقالت ليه انا دابا هي رئيسه العائله، اسمع ولا زيد في حالك. من بعد مشات صفاء عند دانيال دي سانتو اللي هو ولد العدو ديال العائله ديالها، ولكن اللي كان باين فيه باللي كتعجبو صفاء بزاف. وقال لها باك دار واحد الخدمه كبيره باش يعينك انت هي رئيسه العائله، وفي نفس الوقت انت راكي نائبه الدوله ورئيسه المافيا، فهادشي ماشي ساهل. ولكن في نفس الوقت با كاري ما بغاش يتعامل معاها حيت ما كيتعاملش مع النساء، ما كيحملش يتعامل مع النساء. في نفس الوقت لورا اللي خدامه مع صفاء في نفس المكتب كانت كتحس بالغيره بزاف من جهه صفاء، حيت جيريمي اللي خدام معاهم حتى هو في المكتب كيميل بزاف لصفاء وكيهضر معاها بزاف كيحاول يتقرب منها بزاف. هادشي علاش لورا كنشوفوها بانها حاولت تبعد صفاء عليها من الخدمه وما بقاش تشوفها، ولكن صفاء لعبت الدور ديالها بدقه وخوفات لورا وقالت لها الا كنتي كتخافي مني خاصك ديري لي 1000 حساب. الامور غادي تزاد سوء. كاري دي سانتو دار واحد كمين خيب لرالف خو صفاء في الحبس وخلى الرجال ديالو يمشيو حتى لعندو للحبس ويضربوه شبوه وعطاو واحد القتله ديال العصا. صفاء كتقلب على شي ورقه ديال الضغط باش تضغط بها على دي سانتو باش تخرج خوها من الحبس، ولقات واحد المعلومه خطيره على كاري دي سانتو. لقات باللي كاري دي سانتو عنده عشيقه وسميتها مارلين وهو في نفس الوقت مجوج. هاد مارلين كتخدم كمخبره مع النيابه العامه. استغلات صفاء هاد المعلومه الصالح ديالها باش تخرج خوها من الحبس وعيطات لكاري دي سانتو في التليفون وقالت ليه واش بغيتي فلوسك هضر معايا قول لي واش بغيتي فلوسك ولا نقول لمراتك شكون هي مارلين. هادشي خلاه يطيح في الفخ وبغاتو يتلاقى معاها في الغابه باش يقادوا الامور بيناتهم. ولكن جيريمي كنشوفوه هنا تابع صفاء من اللور بالطوموبيل ديالو حيت ما بقاش كيتيق فيها وشاف فيها شي حوايج اللي خلاتو ما يتيقش. قال بان صفاء كدير شي حاجه مورا ظهري وخصني نتاكد منها. ودابا صفاء وقفات على رجليها وما بقاتش ديك الدريه الصغيره اللي كتعيا تبكي وتسكت. قدامها جوج ديال الطرقان، يا اما تكون قويه وتواجه ولا تكون ذكيه وتلعب اللعبه ديالها. ولكن بين هادشي كامل قلبها مازال كيتقطع على صوفيا اللي باقي ما بانتش وعلى خوها رالف اللي محقور في وسط الحبس وعلى العائله ديالها اللي خاصها تسيرها وتزيد بها للقدام. تخيل معايا عزيزي المشاهد، صفاء محاميه الدوله وبنت المافيا ووسط نار العائله والغدر والحرب كتحاول تحافظ على الشرف ديال العائله ديالها وتنقذ خوها وعائلتها بلا ما تخسر روحها. واش غادي تقدر توقف على رجليها ولا الحرب اللي بداتها غادي تبلعها كما بلعات اللي قبل منها؟ هادشي غير البدايه وخليكم معايا في القادم حيت القصه باقا مسالاتش وباقي حلقات اخرين لهاد السلسله جايين واعرين.